كعك اللوز التونسي من أسهل وأبن الحلويات التونسية اللي نجمو نعملوهم للعيد. يجي مرتوب مزيان وبنين، وكت عليك البنينة من الداخل. نودكم ومنشهيكم. تبعوا معايا الطريقة وأسرار نجاحه. خديت 200 جرام لوز أبيض مرحي بالكدا وغربلته. زدت عليه 50 جرام سكر غلاز ونغربلو زيادة. نجمو تعملو 60 جرام الأكثر حلاوة أو كب الذويقة انتوما والحلاوة اللي تحبوها. سر النجاح لول هو تغربيل المكونات باش يجينا كعك مرتوب. زدت مغرفة صغيرة ماء ورد للنكهة، وخذيت عظمة بحرارة الغرفة ركبتها ونبدأ نزيد فيها بشوية بشوية على مراحل ونخلط. نجمو تستحقوا أقل من عظمة، هذاك عليه ما تزيدوهاش الكل باللول. تبعوا بشوية لين نتحصلوا على عجينة طرية. حطيتها على البلان دو ترافاي وبديت نخدم فيها بكفوف يدي بالطريقة هذه باش المكونات الكل تتجانس وتكون عندنا عجينة رطبة بالباهي. شكلت الكعابر متاعي وزن كل كعبورة 20 جرام، وخليتهم مغطين بابي سيلوفان مهم ياسر باش ما يشيحوش وما يجينيش كعك يابس. بديت بالكعبورة الأولى، حليتها شوية بكفوف يدي بالطريقة هذه، واستعملت باي غلفته ببابي سيلوفان باش نعمل الدورة في الوسط. نجمو تستعملوا ستيلو ولا أي حاجة متوفرة عندكم. وقعدت ندور مليح باش تكون الكعبة مرتوبة. دهنت من الفوق بشوية أبيض عظمة، ولصقت أنصاف بيستاش، وحطيت الكعك متاعي في طبق الفور وغطيتهم بابي سيلوفان لين كملت الكمية الكل. 200 جرام لوز تنجم تعمل لكم 15 مكعبة تقريبا، وإذا تحبوا أكثر ضعفوا المكونات. حطيت الكعك يطيب 15 دقيقة تقريبا على 140 درجة في الرف الوسطاني، فور يشعل من الفوق واللوطة، وما تخليوهمش برشا دوبا يبيضوا ويشدوا رواحهم خرجوهم. وما شاء الله جاي كعك لوز بنين وهشوش، وشوفوا لي الكعبة من داخل كيفاه جات طرية وتتعلق وما جاناش شايح ومشقق. ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم وان شاء الله تجربوها. نتقابلوا بإذن الله في الوصفة القادمة، وصحوا بشفا ليكم.